يا مساء الفل. تعالي يا ست الكل نعمل كفتة الحاتي ونعرف سر التتبيلة. بجد مش هتقدري تفرقي بينها وبين كفتة الحاتي اللي بره. زي ما انتوا شايفين طالعة تحفة والطعم حكاية. يلا نعرف سر التتبيلة بتاعتها. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، تكون فيها نسبة دهن بسيطة، ومعايا بصلتين كبار هفرمهم وهنزل بيها على اللحمة. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وننزل كده في التعليقات نصلي على النبي. تابعي بس الفيديو للآخر عشان نشوف سر التتبيلة بتاعتنا. هنا أنا معايا كيس من بهارات الكفتة بتخلي طعمها زي كفتة الحاتي بالظبط. نص كيلو اللحمة المفرومة بياخد كيس من بهارات الكفتة. لو هتعملي كيلو من المفروم حطي كيسين، وهنحط ملح وفلفل اسمر مش اكتر من كده. انا بالنسبه لي عشان بحب الشطه فهحط شطه حمراء. احنا مش عايزين نحط بهارات كتير لان اصلا التوابل اللي احنا حطيناها بهارات الكفته دي شامله كل البهارات. احنا بس بنظبط الملح والفلفل الاسمر مش بكتر البهارات عشان نحس بطعم اللحمه. هنا بقى انا معايا كوبايه من الفول الصويا، غسلته غسله كويسه ونقعته لمده نص ساعه وصفيته من الميه كويس زي ما انتوا شايفين كده، ما فيهوش ولا نقطه ميه. وهنزل كده على اللحمه وابدا كده اسمغ اللحمه كده مع الفول الصويا والبصل، ادعكهم في بعض. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في التعليقات ونحط اللايك كده اللي هيرفع الفيديو. عايزه اقولك مش هتفرقي طعمها بينها وبين بتاعه كفته الحاتي. عايزه اقول لك كفته الحاتي اصلا بيحطوا لها يا فول صويا يا برغل، وطبعا بقى بيحطوا لها بقى السقط بتاع العجل والكلام ده كله. فاحنا ايه، لا في غنى عن الحاجات اللي بيحطوها زياده ديت. النص كيلو المفروض بيتحط له ربع كيلو من الفول الصويا. انا حطيت كوبايه واحده بس لان انا عايزه احس بطعم ايه اللحمه، وارجع بقى اعيد فرمها كده ايه في الكبه تاني حبه بحبه. انا عندي الكبه هنا بعافيه شويه فانا ايه كنت بحط فيها شويه بشويه. نقلب كده من الجناب، انا عايزاه ايه تبقى ناعمه. تقدري تحطي بدل الفول الصويا برغل، برضه هنجيب البرغل نغسله وننقعه كده شويه ونصفيه من الميه كويس، ونبدا نحط على اللحمه المفرومه ونضربهم ايه في الكبه. كده خلاص كانت نعمت معايا، شايفين ناعمه وحلوه اهي. هكمل بقى كله بنفس الطريقه. تقدري بقى ايه تحطيها في التلاجة ترتاح شويه نص ساعه كده. عايزه تصبعيها زي ما هي على طول براحتك عادي، هي مش هتفك منك لان الفول الصويا بيخليها متماسكه شويه. انا بالنسبه لي هسيبها في التلاجة نص ساعه. وجبت كده العصايه اللي هي بتاعه السوشي ديت. ممكن تقدري تجيبي معلقه خشب وتصبعي عليها او قلم او خله، مفيش مشكله. اهم حاجه يكون فيها فراغ من جوه، احنا عايزينها تبقى فيها تهويه من جوه عشان ما تبقاش مكتومه معايا. عايزه اقولك والله ما هتفرقيها بينها من بتاعه الحاتي فوق كفته الحاتي. على الاقل دي هتعمل معاكي كميه كبيره. عايزه اقولك يعني تقريبا كده نص كيلو عمل لي كده بتاع اكتر من كيلو وشويه من الكفته، يعني بتاع كيلو ونص كده من الكفته. الصابع هيفضل متماسك معاكي مش هيفك. في نفس الوقت هو هيكش حاجه بسيطه خالص، شيء طبيعي لازم يكش شويه لان هي فيها نسبه دهون. بس انتوا خدي بالك بينها وبين شكل التصبيعه اللي انا مصبعاه دلوقتي واول ما هتخرج من الفرن هتلاقيها ما اختلفتش كتير. اصبع كله بقى بالطريقه دهيت. شايفين الحجم بتاعها، عامله الحجم بتاعها كبير وكويس ازاي.
هنحطها بقى في الرف في البوتاجاز في الفرن. ادي هي استوت اهي خلاص، يعني مفرقتش ما كشتش حاجه، يعني حاجات بسيطه. هبدأ بقى كده اوسع مكاننا، احط فحمية عشان تاخد بقى طعم الفحم، ما احنا لازم نعملها زي بتاعة بره. واحط كده عليها نقطة زيت وادخلها الفرن واقفل عليها باب الفرن. تقدري تغطيها بأي غطا، بس انا عندي الصينية دي كبيرة فما عنديش غطيان كبيرة ايه عليها، فهدخلها واقفل عليها باب الفرن. وكده كانت خلاص. تقدري بقى تعملي بقى شوية جنبها شوية مكرونة، حبة رز، تحمري بطاطس، اي حاجة اي حاجة بتحبيها جنب الكفتة زي ما انتي متعودة تاكليها اعمليها. انا بالنسبة لي انا ولادي بيحبوا الرز بشعرية، فانا عملت لهم رز بشعرية تحفة والله العظيم، وما خدتش اي وقت خالص. جربيها بجد هيطلبوها منك على طول في البيت. وقد ايه طالعة طرية وجميلة من جوه. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى تجربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، واشوف وشكم على الف خير.